أعطي من أجل العطاء فقط. امرأة تصنع الخبز لأسرتها كل يوم، وتضع على شرفة النافذة رغيف خبز إضافي لأي عابر سبيل. وفي كل يوم يمر رجل فقير أحدب ويأخذ الرغيف، وبدلا من إظهار امتنانه لأهل البيت كان يدمدم بالقول: الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك. بدأت المرأة بالشعور بالضيق لعدم إظهار الرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي تصنعه، وأخذت تحدث نفسها قائلة: كل يوم يمر هذا الأحدب ويردد جملته الغامضة وينصرف، ترى ماذا يقصد؟ في يوم ما أضمرت في نفسها أمرا وقررت: سوف أتخلص من هذا الأحدب. فقامت بإضافة بعض السم إلى رغيف الخبز، وكانت على وشك وضعه على النافذة، لكن بدأت يداها في الارتجاف. ما هذا الذي أفعله؟ قالت لنفسها فورا وهي تلقي بالرغيف ليحترق في النار. ثم قامت بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على النافذة، وكما هي العادة جاء الأحدب وأخذ الرغيف وهو يدمدم: الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك. وانصرف إلى سبيله وهو غير مدرك للصراع المستعر في عقل المرأة. كل يوم كانت المرأة تصنع فيه الخبز كانت تدعو لابنها الذي غاب بعيدا وطويلا بحثا عن مستقبله، ولسنوات عديدة لم تصلها أي أنباء عنه، وكانت تتمنى عودته لها سالما. في ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء، وحينما فتحته وجدت لدهشتها ابنها واقفا بالباب. كان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممزقة، وكان جائعا ومرهقا، وبمجرد رؤيته لأمه قال: إنها لمعجزة وجودي هنا. على مسافة أميال من هنا كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق، وكنت أن أموت لولا أن مر بي رجل أحدب رجوته أن يعطيني أي طعام معه. وكان الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل لآكله، وقال أن هذا هو طعامه كل يوم، واليوم سيعطيه لي لأن حاجتي أكبر كثيرا من حاجته. بمجرد أن سمعت الأم هذا الكلام شحبت وظهر الرعب على وجهها، واتكأت على الباب وتذكرت الرغيف المسموم الذي صنعته اليوم صباحا. لو لم تقم بالتخلص منه في النار لكان ولدها هو الذي أكله، ولكان قد فقد حياته. لحظتها أدركت معنى كلام الأحدب: الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك. فافعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولو لم يتم تقديره وقتها، لأنه في يوم من الأيام سيكافئك الله عما فعلت، سواء في حياتك الآن أو في السماء.